فيبدأ عقلك يرتاح ويركز. والخطوة دي هي خطوة تفريغ الكوب اللي مليان اللي مش بيفضى. عارفة بقى انت كده عملتي ايه؟ طلعتي الزحمه اللي جوه دماغك دي، طلعتيها من جوه لبره، خففتي الضغط على عقلك ومخك وقلتي له ارتاح حبه، اللي هيخليكي تشوفي نفسك زيك زي الستات الرايقه اللي بتتكلمي عليهم وتقولي ازاي هم عايشين كده وازاي رايقين بالطريقه دي. لو بتصحي كل يوم وحاسه ان راسك مليانه دوشه وعامله زي ما يكون شغال فيها خلاط وعامل صوت عالي قوي من كتر الافكار اللي فيها، زي طلبات البيت والعيال والطبيخ والمخاوف اللي جايالك من بكره ومصاريف المدارس والدكتور والعلاج، كل الحاجات دي حاسه ان هي متكربسه فوق بعضها محطوطه كده ومحشوره جوه دماغك. الفيديو ده معمول ليكي انت مخصوص، بس لو اول مره بتشوفيني انا هاله، ودي قناه هاله من السعاده اللي بتخرجك من مود السيء للمود الاهدى والاروق. وما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي اللايك المتين، ويلا بينا نكمل الفيديو. وطبعا انا عايزه اقولك انا عارفه ان كلنا كستات وانا واحده منكم بنقوم على مطحنه ودربكه في دماغنا والحاجات الكتير اللي بتخلي الواحد مش قادر ياخد نفسه. اهدي كده وركزي معايا وتعالي هقولك النهارده ازاي نفضي دماغنا وتروقيها كده وتفضيها من البعبع اللي جوه راسك اللي بيخليكي دايما حاسه ان انت متشتته ومش عارفه تعملي ايه. 5 دقايق بس، وبالورقه والقلم هنحول الزحمه الروقان، والتوتر ده هنحوله لراحه بال. يلا بينا نبدا رحله روقان. واول حاجه وهي ازاي نفرغ عقلنا من الضغوط اللي محشيه جواه. وليه بنحتاج ان احنا نعمل كده؟ عشان ببساطه مخك ده عامل زي الرامات اللي في الكمبيوتر، لما بتفتحي برنامج كتير او برامج كتير ورا بعضها زي برنامج الطبيخ وراه برنامج الترويق وراهم برنامج المذاكره والعيال وبرنامج المشاكل والطلبات، فطبيعي الجهاز هيقفل منك وهيهنج. فانت بقى عامله زي البرنامج بتاع الكمبيوتر ده بالظبط، دماغك دي بتهنج وبتقفل منك لما بيكون جواها 1000 حاجه. فبالتالي بتلاقي نفسك سقطتي من اول اليوم، مخك هنج وقف، صدعتي وطاقتك ضاعت وخلصت ومش قادره تنفذي اي حاجه من اللي في ذهنك او اللي كنت مرتباها ليومك. الحل ايه يا بطله؟ الحل انك تجيبي كراسه وتنزلي فيها بكل الحاجات اللي شاغله مخك والمحشوره في دماغك. لان ببساطه لما بنكتب اي حاجه في مخي على ورق، انا كده بقول لعقلي ارتاح، المهام بقت في ورقه خلاص، فيبدا عقلك يرتاح ويركز. والخطوه دي هي خطوه تفريغ الكوب اللي مليان اللي مش بيفضى. مش شرط انك تشتري اجنده غاليه ولا مثلا قلم بالشيء الفلاني، لا لا، عادي جدا هاتي كراسه عاديه من كراريس بتاعت اولادك تكون مش محتاجاها، او يكونوا اولادك كاتبين فيها جزء مثلا وفيها جزء فاضي، يا ستي اي حاجه ماشي حالك، المهم ان يكون معاكي ورقه وقلم دلوقتي وتكتبي فيها كل حاجة جت على ذهنك او جت في مخك دلوقتي ومشتتاكي. انا عايزاكي تكبي كل اللي في دماغك بدون فلترة، يعني مش لازم انك تسطري الورقة وتكتبي المهام الصعبة الاول والمهام السهلة بعدها لا لا خالص، انا عايزاكي تكتبي اي حاجة تيجي على دماغك. المهم تفضي مخك من كل المشاغل اللي مخلياه مش عارف ينفذ اي حاجة منهم. اكتبي اي حاجة حتى لو كانت مضايقاكي، يعني مثلا على سبيل المثال اكتبي صاحبتي فلانية ضايقتني، اختي قالت لي كلمة معرفش ايه، جارتي عملت لي ايه، نفسي اشتري الطقم الفلاني، مثلا عاوزة اغسل السجاد، محتاجة اروق غرفة المعيشة، او عايزة اعمل مثلا انزل الصيفي اطلع الشتوي، محتاجة اعمل مكالمة لماما، او محتاجة اكلم صديقتي. اي حاجة عايزة تكتبيها، حتى لو عايزة ادفع مصاريف المدرسة، عايزة احسب حاجة، عايزة اكتب مثلا هشتري خضار ايه يعني مثلا هشتري طماطم وبطاطس، هشتري كام كيلو من ده وكام كيلو من ده، اي حاجة تخطر على بالك اكتبيها حتى لو كانت بسيطة جدا. ان شاء الله حتى هكتب مواعيد العلاج بتاعت اولادي. تخيلي بقى اي حاجة تيجي على بالك انا عايزاكي تكتبيها وتفضيها على ايه؟ على الورقة دي. وزي ما قلتلك انا عايزاكي تكتبيها بدون تنسيق ولا تنظيم. وهنا بقى السر اللي هيخليكي تشوفي نفسك زيك زي الستات الرايقه اللي بتتكلمي عليهم وتقولي ازاي هم عايشين كده وازاي رايقين بالطريقه دي. عارفه بقى انت كده عملتي ايه؟ طلعتي الزحمه اللي جوه دماغك دي، طلعتيها من جوه لبره، خففتي الضغط على عقلك ومخك وقلتي له ارتاح حبه. ويلا بينا بقى هاتي كده ورقه وقلم دلوقتي واكتبي 10 حاجات شاغله بالك. وطبعا بعد ما تكتبي الحاجات اللي شاغله بالك دي هتكتبي لي في التعليقات حسيتي بايه وانتي بتفضي دماغك وبتكتبي كل الحاجات اللي شاغلاكي في الورقه. الخطوه الثانيه قاعده ال3 مهام. احنا دلوقتي كتبنا الورقه والورقه فيها
كل حاجة كتبتيها، كل حاجة كانت شاغلة بالك. وطبعا الورقة دلوقتي من كتر المهام اللي فيها بقى شكلها مخيف جدا، صح كده؟ طلبات على مشاكل على افكار على حاجات متلخبطة جواكي. وهنا بقى يجي لنا دور الذكاء. هناخد 3 حاجات بس من الورقة. ليه 3 حاجات بس يا هالة؟ هقولك لاننا بشر مش آلة طبعا، ولما بنكتب قائمة مهام فيها 20 حاجة وبنعمل منها مثلا 5 بس بنحس بالفشل والإحباط. لكن لو انت اخدتي زي ما بقولك 3 حاجات بس وعملتيهم هتحسي بالإنجاز والانتصار الرهيب. طب يا هلا ازاي نختار المهام دي؟ السؤال ده بقى انت هتسألي لنفسك. ايه اللي انت لو عملتيه النهارده هتحسي انك راضيه عن نفسك وهتحسي انك انجزتيه؟ وانت بقى اللي هترتبي اولوياتك وهترتبي حاجه حاجه. طب وباقي 20 مهمه دول هنعمل فيهم ايه؟ الباقي بقى دول مش هيطيروا، هم كده كده موجودين على الورقه والورقه مش هتتنسي، بس ده بيديكي انت تصريح انك تركزي في اللي في ايديكي وبس. وبعد ما تخلصي اللي انت بدأتيه اعملي اللي بعده. الخطوه الثالثه وهي دقيقة الامتنان والشكر ربنا، وده بقى علاج الروح. والدقيقة دي هي اللي هتحلي اليوم بتاعك كله، في وسط طبعا سحلة اليوم وفي وسط الورقة اللي انت كتبتي فيها دوشة كتير جدا. والدقيقة دي هي اللي هتحلي يومك كله. انا عاوزاكي تكتبي حاجة واحدة بس انتي ممتنة ليها وبتشكري ربك عليها وفرحانة بيها، اي حاجة حتى لو صغيرة قوي، ان شاء الله حتى تكوني ان ابنك ضحك في وشك النهاردة، او زوجك مثلا فرحك بكلمة، او قالولك يا ستي تسلم ايدك على الغدوة. اي حاجة فرحتك النهاردة هتكتبيها في اخر يومك في الورقة اللي انتي كنتي كاتبة فيها المهام بتاعتك دي. حتى لو كتبتي فيها ان انا ارتحت نفسيا وحسيت ان انا قمت كويسة وعندي صحة أبدأ بمهام يومي. يعني شوفي بقى أبسط الأمور. أنا عايزاكي تبدأي بالخطوة دي لأن الخطوة دي مهمة جدا جدا بجد والله، صدقيني. لأن عقلنا تحسي كده إن هو متبرمج إن هو يشوف الحاجات الناقصة، بيبص على النواقص ويركز عليها. لكن الشكر والامتنان ده بيعمل إعادة ضبط مصنع لمشاعرك، بيخليكي تبدأي يومك كده وانت حاسة إنك راضية وفرحانة وغنية بكل حاجة ربنا قدرها ليكي، مش صاحية متنكده ومشغوله ومطحونه. وعلشان بقى تكوني ست الكل المحترفه في الروقان والهدوء، خلي الورقه دي قدامك طول اليوم. اي فكره تزن كده في دماغك زي النحله اجري ارميها في الورقه بتاعتك دي على طول. ما تحاوليش انك تدي فرصه لراسك ان هي تشيل مهام كتير او تشيل افكار، تشيل مسؤوليات، تشيل حاجات كتير كده تضايقك، او تحسي ان انت مثلا عندك كذا فكره في دماغك وشغلينك، اللي هو انا مش عارفه ابدا بانهي مهمه، انا مش عارفه ابدا بانهي فكره، انا ورايا كذا وكذا 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 وكذا، انا مش عارفه ابدا بايه، انا مش عارفه اعمل ايه. انت بقى لما ترمي المهمات اللي في دماغك دي كلها والافكار اللي عامله لك دوشه دي على الورقه فورا، هتحسي كده ان انت كده عارفه البالونه اللي اديتيها كده بالابره راح تتفسد، هتحسي بالاحساس ده فورا. المهم انك ما تحاوليش تخلي مخك يشيل شيله هو مش قدها، او يشيل شيله تعمل له ضغط وتخليه مش قادر ينجز المهام اللي انت اصلا عايزه تعمليها. انا عاوزاكي تكوني ست رايقه كده علشان تقدري تكملي مسيرتك في الحياه. والروقان زي ما اتفقنا انه قرار مش ظروف. الورقه والقلم هم سلاحك السري ضد اي توتر. جربي النهارده وقوليلي في التعليقات ايه رايك وايه اكتر حاجه بتعملك زحمه في دماغك وهتتخلصي منها على الورقه، وهتعرفي ازاي في ستات هاديه ورايقه ودماغها مش مسحومه ومسحوله في دوشه اليوم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك بتاعك والاشتراك في قناه هاله من السعاده، وشيري الفيديو لكل صحباتك المطحونات علشان نروق بالنا ونهدى ونرتاح سوا. دمتم بكل سعاده وراحه بال، مع السلامه.